Parce qu'on veut vraiment communiquer avec vous et on va bien sûr faire passer quelques-uns de vos messages, quelques-unes de vos questions à nos invités, nos consultants. Et puis je vous rappelle aussi qu'à partir de demain, vous pouvez jouer avec nous chaque soir un jeu SMS dans le cadre de Saat Mondial avec des questions quotidiennes et des écrans LCD à gagner. إذن خالد فؤاد نوفل وسي محي الدين خالف، بداية جد صعبة للمنتخب الجزائري، هزيمة بهدف ل0، وخصوصا هزيمة مع فريق اللي كان شوية ضعيف اليوم اللي هو سلوفينيا. هذا هو المشكل، وهو سلوفيني اليوم ما ظهرش بمستوى اللي متعودين نشوفوه. كان من المفروض المنتخب الجزائري يغير اللعب ويعرف كيف يرفع ايقاع المباراة، يعني لو ريتم دو جو. ولكن هل المنتخب الجزائري بدنيا عنده امكانيات لرفع المستوى الريتم المباراه؟ فقط شيء لا يعطيه بالنسبه لي. هذا هو المشكل. فكان من المفروض يلعب اكثر سرعه، وكذلك تكون فيه الفعاليه، لانه فيه اللعب الاطراف على العرض اكثر من اللازم، وكان يخلي ما خلاش مساحات على كل حال تكتيكيا المنتخب السلوفيني. لكن ردود الفعل من المفروض من بعد ما يسترجع الكره تبقى دائما فيه نوع من التباطؤ، او الكرات الطويله اتجاه جبور. دائما كل واحد يعرف تطلب اللياقه البدنيه والقوه الجسمانيه، والاولويه كانت دائما لمصلحه دفاع فريق سلوفينيا. من جهه ثانيه فيه كذلك بعض الغيابات في المباراه، مش غيابات كلاعبين ولكن غيابات كلاعب. فنشوفوا مثلا لاسين ما شفناش كثير في الفريق، وحتى الهدف اللي سجلوا كورين كان من امام المدافعين، لانه ما كانش فيه الرقابه في الارتكاز من المفروض كانت فيه يكون فيه ضغط على كورين. ربما كان ما يعطيش فرصه وكل اريحيه لكورين يسجل هدف. فكذلك قدير من الجهه اليمنى دور دفاعي اكثر من هجومي. اول مباراه رسميه مع المنتخب. غياب الجبور مطمور، شفنا في 20 دقيقه الاخيره او حتى 25 دقيقه نوع من التعب، لأنه راجع من الإصابة. يبدأ لاعب كبير، لكن بكل صراحة أدى مباراة، لكن ما شفناش نشط أكثر من اللازم. هذا خلى أن هجوميا المنتخب الجزائري ما ظهرش خطير، ومش من اليوم. نعم. يعني كم مباراة مثلا جبور مطمور ما سجلش اهداف، وكل اهداف كنا خطيرين دائما. معروفه المنتخب الجزائري الكرات الثابته. نعم. على الكورنر او الكفره. وكذلك نقدر نقولوا يمكن الرباعي في الدفاع بوقرا حليش ويحيى وبالحاج أدوا مباراة محترمة بكل صراحة. هذا هو اللي ما خلاش الفريق السلوفيني ما عطاش فرص كثيرة أو يسجل بسهولة. وتبقى كذلك خروج بالكارت الأحمر لجبور غزال وخلى المنتخب ب10 لاعبين، وكذلك الغلطة اللي ارتكبها شوشي. إذا كان الحظ ما كانش كذلك مع المنتخب الجزائري. الحظ، هذه الكلمة بغيت نتجه لخالد ياسين، يعني نرجعوا لتحليل هذه المباراه وتحليل اداء المنتخب الجزائري. بغيت تجاوبني على السؤال ديال الحظ. المنتخب السلوفيني تحت له فرصتين، قذفه في الشوط الاول وحبسها الحارس الشوشي، وهذيك ما يمكنناش ميم الهدف ديال سلوفينيا ما يمكنناش نعتبروه يعني فرصه سانحه للتسجيل، ولا كان فيها ترافاي تاكتيك يا اون ايرور دو غارديان. لكن الحظ وربما aussi l'efficacité, c'est-à-dire une demi-occasion, un but. أنا لا أؤمن بالحظ، أنا أقول الحظ يواكب الأقوياء. لا شانس أكومبان لي ميور. أنا ما شاهدته اليوم هو أن المنتخب الجزائري أهدر فرصة العمر لكي يحقق فوز تاريخي، لأننا حول هذه الطاولة وكل الذين يتابعون كأس العالم في جنوب أفريقيا وفي كل أرجاء العالم لم يكن أحد يتصور أن يشاهد منتخب سلوفينيا بهذا السوء. نعم. أنا شخصيا من خلال متابعة كأس العالم أعتقد تقريبا من 40 إلى 50 سنة الأخيرة أسوأ منتخب مر في كأس العالم بعد الزير في 94. منتخب مشلول ضعيف بطيء لا يقدر على الحركة، والأدهى من ذلك أن كل هذه الصفات السيئة انتقلت إلى منتخب الجزائر.
بدل أن يبادر بالهجوم ويشعر بأن الفرصة في متناوله، لأنك قد تضع استراتيجية. ورابح سعدان اجتهد وقال أنه يعرف السلوفينيين كما أن السلوفينيين يعرفون المنتخب الجزائري واحد بواحد، واستعمل هذه الكلمة، أي أنه حينما تضع تلك الخطة والاستراتيجية وبعد ربع ساعة تشعر بأن ذلك الفريق ليس غولا أمامك بل هو في المتناول، تغير استراتيجية. ونحن معنا رجل عاش لحظات كأس العالم مع ألمانيا وأحس بأن هذا المنتخب الألماني هناك هفوات ويجب أن يضرب من خلال تلك الهفوات. أنا رأيت مدربا جالسا قاعدا مستكينا مستسلما لم يحرك ساكنا في هذه المباراة. سنعود وأنا أطلب منك أن تعطيني دقيقة ونسأل دقيقتين وسأضع النقاط على خالد أعطيك أكثر من دقيقة ودقيقتين. فؤاد، ربما واحد نقطة كان قالها لي خالد قبل ما ندخلوا المباشر، أن هذه المباراة ذكرته بمباراة الكاميرون والمغرب، أن لاحظنا أن المنتخب الجزائري اليوم رفض أن يفوز في هذا اللقاء أمام منتخب اللي شفناه في التصفيات كان قوي وأخرج روسيا وكان انتصر في جميع اللقاءات الإعدادية ديالو، لكن اليوم ظهر بواحد المستوى ضعيف جدا. بالنسبة للمنتخب الجزائري يجب أن نأخذ أو نعمل على استنباط ما هو إيجابي وما هو سلبي في هذه المباراة. المباراة لم تكن سلبية 100% ولم تكن إيجابية 100%. ربما بالنسبة للسلبية لكنها انتهت بهزيمة فؤاد كي كومبروميت تري سيريوزمون دونتري لي شونس ديال الجزائر في هذه الكوب دو موند. نحن كنا ننتظر ذلك، لأنه في هذه الطاولة وحتى إن كنا نتمنى أن يحقق المنتخب الجزائري نتيجة إيجابية، لكننا كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة. لكن ما يحوز في النفس أن هذا المنتخب لعب وكأن اللاعبين كانوا يلعبون وأرجلهم على الفرامل، يعني لم يعطوا 100% من إمكانياتهم. كان هناك نوع من التحكم في الكرة على مستوى وسط الميدان. كانت هناك ربما بعض الفرص التي أتيحت، ربما نصف فرص للمنتخب الجزائري بالنسبة لعبد القادر غزال ضربة رأسية، أو بالنسبة خصوصا الفرصة التي أتيحت لكريم زياني على خطأ. الفرصة الأبرز هي لكريم زياني في الجولة الثانية الذي رفض الهدية التي منح. نعم. لأن وهنا ربما نأتي لنا اللقاءات كما نقول تجرى على جزئيات. هناك جزئيات، هناك طرد لا يغتفر للاعب عبد القادر غزال، لا يغتفر أن أنت لاعب دخلت منذ 10 دقائق، تعلم أن لديك ورقة صفراء وتذهب لتلمس الكرة بيدك، من يعني كرة مجانية، طرد مجاني. ترك المنتخب الجزائري وفسح المجال، لأن منذ الطرد رأينا منتخبا سلوفينيا رأينا منتخبا سلوفينيا يأخذ المبادرة ومن كرة وخطأ أيضا للحارس الشوشي. وهنا نطرح العديد من التساؤلات حول الاختيارات البشرية لرابح سعدان، حول اختياراته قبل انطلاق المنافسة وأيضا اختياراته بالنسبة لهذه المواجهة. وغادي تكون فؤاد عندنا عودة لهذه الاختيارات ديال رابح سعدان. العديد نوفل من حراس المرمى قبل ما تنطلق هذه كأس العالم، يعني أحسن حراس المرمى في العالم كاسياس، جوليو سيزار البرازيلي، بوفون الإيطالي، اشتكوا من هذه كرات جابولاني. لاحظنا ربما on n'est pas là pour زعما justifier un petit peu, mais une pelouse semi-synthétique اليوم ديال بولو كواني، un ballon de supermarché a dit Julio César، أخطاء جرين بالأمس وخطأ الشوشي اليوم. ربما هاد كاين دو بوليميك، كاين دوك الغيطات ديال لي سيد افريكان والبالون. نعم بالتأكيد يعني، ولكن لن نقول بأن غلطة فوزي شاوشي هي التي جعلت المنتخب الجزائري يخسر هذا اللقاء، أو أن الكرة هي سوف تلعب بها كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وسيكون هناك منتخب متوج ومنتخب مغادر من الدور الأول. ولكن أنا أتفق مع فؤاد وأتفق مع رابح سعدان. رابح سعدان قال جزئية صغيرة هي التي حسمت اللقاء، وفعلا مثل هذه اللقاءات يعني تحكمها جزئيات وتفاصيل دقيقة وصغيرة جدا، ولكن الكل أجمع على أن المنتخب الجزائري يذهب إلى كأس العالم وهو بجاهزية ضعيفة جدا ودون المستوى وإمكانيات بشرية ضعيفة، واللاعبون لم يمارسوا أيضا في بطولاتهم المشاركون بها، وهذه كانت اختيارات سعدان وهو سيتحمل المسؤولية في الحصيل النهائي لمشاركة الجزائر في كأس العالم. ولكن يعني
حتى بعيدا عن المدرب رابح سعدان، اللاعبين داخل رقعة الميدان مثل انذار احمر يعني لغزال غير مستغرب. انت في منافسه كأس العالم، يعني لابد ان يكون التحضير الذهني بعيد اكثر من التحضير البدني فقط. انا لدي لاعبين يتمتعون بلياقه بدنيه عاليه وموقعك سيكون في وسط الميدان، لن تتعدى خط الوسط الى غير ذلك. لا، هناك ايضا تحضير ذهني لمنافسه مثل كأس العالم. لابد ان يكون يعني اللاعبين يعني معتادون أو يعرفون هذه المنافسة، لابد أن يكون هناك تركيز كبير جدا، لأنه أنت الآن خسرت لقاء ثمين وفرصة ذهبية.